الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن إلغاء عقوبة انسحاب نادي الزمالك من السوبر قدام النادي الأهلي، والسبب المعلن إن هم لغوا نظام البطولة القديم واستحدثوا بطولة جديدة اسمها بطولة النخبة بيشارك فيها بطل الدوري وبطل الكاس وبطل كاس الرابطة، وفريق رابع هتختاروا اللجنة المنظمة اللي لو الزمالك ما كسبش الكاس بتاع السنة دي غالبا هيبقى هو الفريق المختار من اللجنة المنظمة. وهنا أنا بوجه رسالة لشيكابالا. شفت شيكابالا قانون ساكسونيا ومين اللي بيستفيد من قانون ساكسونيا في الرياضة المصرية ولا ما شفتش؟ وعندي سؤال مهم لإدارة النادي الأهلي، يا ترى رد فعلكم إيه على إلغاء عقوبة انسحاب نادي الزمالك من السوبر المصري؟ هل أنتوا كنادي محترم هترضوا بالمهزلة اللي بتحصل دي والمجاملة الفجة اللي بتحصل لنادي الزمالك؟ نادي الزمالك اللي ما بيطبقش عليه أي قواعد وأي قوانين، قانون ساكسونيا اللي متفصل على مقاس الزمالك، هل أنتوا هترضوا بالمهزلة دي تحصل ولا هتعلنوا انسحابكم